انفصال عصام صاصة وجهاد أحمد، رسائل نارية واعترافات مؤثرة بعد نهاية العلاقة. لكن قبل ذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلاً وليس أمراً. شهدت الساعات الماضية ضجة كبيرة بعد إعلان البلوجر جهاد أحمد انفصالها رسمياً عن مطرب المهرجانات عصام صاصة، وذلك من خلال منشور مختصر عبر ستوري حسابها الرسمي. قالت فيه بوضوح: الحمد لله على كل شيء. تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم. لينهي هذا الإعلان حالة الجدل التي دارت خلال الأيام الماضية حول طبيعة العلاقة بينهما. ومع انتشار الخبر خرج عصام صاصة عن صمته ونشر ستوري عبر فيها عن إحساسه بالضيق من كلام الناس، قائلا بالنص: حابب أتكلم في نقطة بسيطة بس عشان بعض كلام الناس بيضايقني. يعلم ربنا إني ما شفتش أي حاجة في حياتي وحشة من الست دي، وما شفتش منها غير كل خير، وعمرها ما كانت غلطانة في حقي، لا بالعكس، عشان بس ما حدش يظلمها، وربنا يصلح حال الجميع ويسترها على كل الناس. هذه الكلمات التي كتبها صاصة أثارت تعاطف عددا كبيرا من المتابعين، خاصة أنها توضح أن الانفصال تم دون خلافات ظاهرة أو مشكلات علنية، وأنه لا يريد أن تتحمل جهاد أي أذى أو اتهامات من الجمهور. يذكر أن انفصالهما يأتي بالتزامن مع فترة صعبة يمر بها عصام صاصة بسبب أزمات قانونية وقضايا متداولة في المحاكم، وهو ما دفع البعض للربط بين هذه الضغوط وبين قرار الانفصال، رغم أن الطرفين لم يعلنوا عن السبب الحقيقي حتى الآن. الخبر أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل، خاصة مع نجاح الثنائي خلال السنوات الماضية في جذب اهتمام المتابعين من خلال ظهور مشترك ومحتوى عائلي جعل الكثيرين يتفاجؤون بإعلان الانفصال المفاجئ. وسواء ظهرت أسباب جديدة لاحقا أو ظل الأمر بينهما، يبقى الأهم أن كلمات الطرفين عكست احتراما متبادلا ورغبة في إنهاء العلاقة بأقل قدر من الضجيج. تابعونا لنوافيكم بأي تطورات جديدة حول هذا الموضوع، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد فوراً.